بداية، انطلقت يوم الاثنين 20 مايو 2024 أشغال المنتدى العالمي العاشر للماء في مدينة بالي الأندونيسية، واللي حضر فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وكان كيرافقو طبعا وزير التجهيز والماء نزار بركة، وواحد الوفد كبير من كبار المسؤولين من مختلف القطاعات الوزارية وممثلي مؤسسات مغربية هامة وفاعلين في قطاع الماء. هذا الافتتاح كان حفل كبير، تم تكريم المملكة المغربية بتسليم النسخة الثامنة من جائزة الحسن الثاني الكبرى العالمية للماء لمنظمة الأمم المتحدة الأغذية والزراعة الفاو. جاء التتويج اعترافا بالتزام الفاو بأجندة الماء العالمية والأمن الغذائي، وكتقدير منها جهودها في تحسين توفر الماء للإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الدخل. الجائزة تلقات 84 طلب ترشيح من جهات مختلفة، جميعها كتعمل من أجل قضية الماء وكتعكس مستوى متقدم من الجودة والمعرفة. الفاو تم اختيارها لدورها البارز في الدعم التقني والسياسي والاستراتيجي للعديد من الدول في مواجهة تحديات الأمن المائي والغذائي وتأثير مبادراتها ومشاريعها على السكان وجودة معيشتهم. الجائزة تم تسليمها على شكل شيك بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى درع وشهادة تتويج. هادشي كامل سلمو السيد رئيس الحكومة والسيد لويك فوشون رئيس المجلس العالمي للماء. وكيأكد عزيز أغنوش في الكلمة ديالو بهذه المناسبة على صعوبة مهمة لجنة تحكيم الجائزة نظرا العدد الكبير من الترشيحات المتميزة من جميع القارات. هذا التكريم كان تم إطلاقه في سنة 2002 بمبادرة مشتركة بين المجلس العالمي للماء والمملكة المغربية، تخليدا لذكرى جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، وتكريما لجهوده في تعزيز التعاون الدولي والتضامن لتدبير مستدام للموارد المائية. وفي هذه الجلسة الافتتاحية للمنتدى تم بث فيلم مؤسساتي حول الماء في المغرب، كيعزز صورة المملكة المغربية في المجتمع الدولي للماء، خاصة أنها استضافت المنتدى العالمي الأول للماء سنة 1997 بمراكش. ومن جهة أخرى وفي هذا المنتدى تم عرض فيلم قصير حول المغرب، وكان كيتضمن بعض الصور للمغرب وتطوره. طه دربال وزير الري في حكومة نادير العرباوي أيضا كان من المشاركين بهذا المنتدى العالمي للماء في أندونيسيا. هو الآخر وجه سهامه تجاه الرباط اللي اتهمها بالإضرار وتجفيف بعض السدود والمناطق في الجزائر. أيضا كان باين على محياه من خلال عرض هذا الفيلم القصير عن المغرب، كان مستاء لعرض خريطة المغرب كاملة أو حتى التكلم على المغرب بطريقة جيدة. من المؤسف صدور هذه التصريحات عن شخصيات سياسية كان من المفترض بها العمل على تصحيح مسار الخطاب السياسي في بلادها والعمل على تجاوز النقائص اللي تتعتريه بما يتلائم مع الاحتياجات الحقيقية للمواطن الجزائري اللي كيتخبط في مجموعة من المشاكل. أيضا مثل هذه التصريحات تتنافى مع مبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية اللي كتأكد على ضرورة احترام حسن الجوار. النظام الجزائري كيحاول من خلال كل هذه المحاولات تكريس تفرقة وزرع الفتنة وتسميم العلاقات ما بين شعوب المنطقة، وهو اللي كيدل على استمرار المحاولات الجارية دائما لعزل المغرب على فضاء الإقليمي، وهي المحاولات اللي بدات
جلية من خلال مجموعة من الخطوات الأخيرة اللي كتأكد زيف شعارات الوحدة المغاربية والإسلامية. لكن المغرب كان دائما واعي تماما بهذه المحاولات، وكيتجاهل الصف الداخلي والسير قدما في اتجاه تثبيت خياراته الدبلوماسية والاقتصادية الكبرى.